عطات الثمار ديالها باستخلاص والوصول الى قرض او هبه اللي تعطات من طرف البنك الاسلامي، واللي غادي تشمل 4 المدن، هاد اللي هي الرباط والدار البيضاء وفاس ومحمديه. وبالطبع فاس غادي يشمل هذا النظام المعلومات اللي هو عباره عن نظام سي سكون ابيل السيكس، يعني سيستيم دانفورماتيزاسيون دو تريتمون داليرت انفورماتيزي. تكلفة بناء وتجهيز مركز اتصال جديد 100 مليون سنتيم. أشغال البناء انطلقت مارس الماضي، والمركز الجهوي توصل بدفعة أولى من الحواسيب والهواتف المرتبطة بالأقمار الاصطناعية، وذلك لتسهيل مأمورية الموظفين الذين تعبوا من استقبال آلاف المكالمات التافهة يوميا. فالأرقام مزعجة سيتم تجميدها آليا. عبد العزيز يتمنى أن تشمل الإصلاحات مركز المدينة القديمة القطانين الآيل للسقوط، فهو صورة سيئة لا تليق بمهنة الوقاية المدنية. مهنة الإنقاذ تتمركز في فضاء يحتاج بدوره للإنقاذ، دون الحديث عن الآليات المتوفرة بالمكان ولا عن فعاليتها في ضمان تدخل ناجع لعبد العزيز وزملائه. إذا كانت شي حاجة لا قدر الله كل شيء واجد، كل شيء في أمان الله. المحل فين تنعيشوا محل متقدم بزاف، ولينا تنخافوا على راسنا أكثر ملي تنفكروا في الانترفونسيون وفي المهمه ديالنا، ونتمنوا على الله تبدل بما خير وكذا باش نركزوا الضمير ديالنا وروحنا غير للعمل والخدمه والخير للناس والانسانيه. شجاعة عبد العزيز في الحديث عن مخاوفه من مكان اشتغاله تضاهيها شجاعة المسؤولين في الكشف عن حريق أو رحيل عدد مهم من رجال الوقاية المدنية إلى دول الخليج، خاصة إلى الإمارات وقطر. كاين بعض الحلول اللي يمكن نقترحوها، إما غادي نشوفوا بحال اللي قلت الديمومة ديال عناصر الوقاية المدنية، وإلا غادي نشوفوا الناس ديال الهلال الأحمر. 7 ديال الناس مشاو لنا لقطر زيادة على هاد المتقاعدين 3 على المشكل اللي قبل الديبار فولونتير اللي مشى، يعني تغلبنا ولنا ديبوندي. بالنسبه للناس ديال قطر انت ناقشتهم شويه، انا كنت كونجي، واش كاين شي تحفيز؟ كاين، لان انا واخا تبعنا، ولكن واش فعليا يتصلوا بكم دابا، يتصلوا بالاخوان ديالهم، كاين شي تحفيز صحيح؟ يتصلوا بنا، راه قال لك عايشين مزيان نورمالمون، قال لك ساكنين واكلين شاربين والترونسبور على حسابهم، وهذوك الخلاص ديالهم كيديروا في جيبهم. شحال عطاهم واخيلا؟ دابا كملوا مع 20,000 درهم في الشهر. في الشهر. شغل ديبار ما عنديش. لا غير نكونوا منطقيين. انا علاش انا ما نقدرش نهضر معاهم؟ لان الراجل ملي كيقبض 3000 درهم و2500 درهم غادي يمشي يبقى 16000 درهم و20000 درهم، اكيد غادي يمشي. ظاهره اجتماعيه اللي ماشي صحيه بالنسبه لنا حنا. وثانيا ان الدوله تضيع في هذا الباب. علاش؟ اولا لانه باش تكون اليوم عنصر ديال الوقايه المدنيه، فبتجربته ديال 10 سنوات او 12 سنه على الاقل ما تيولي رجل اطفاء بمعنى الكلمه الا بعد مرور 7 سنوات حتى 10 سنوات. اذا كتاخذ واحد اللي هو محترف، كل مره مشى واحد لقطر الا ويحز في نفسه ما بغيتوش يمشي، وخصوصا هادو اللي مشاو عندي انا فاس، خلي البلدان الاخرين كنعرفهم، والله الا مشات واحد النخبه طيبه، والله الا كنتذكر مع خصوص القائد الاقليمي ومع الاخوان كلهم الضباط، خصوصا بعض العناصر يستحيل تعويضها. كاين الراجل اللي كيخدم هذا الرجل، ولكن علاش ما تهضرتوش فيه باش يبقى هنايا؟ حيت طيب هو ما غتوكلوش طرف الخبز. شخصيا ما يمكنليش نتهلا فيه انا، لانه قال لك فاقد الشيء لا يعطيه. لم يخرج الاجتماع بخلاصة حول معضلة هجرة رجال الوقاية المدنية إلى الخليج، فقبل متم السنة الماضية غادر ثكنة فاس لوحدها 12 شخصا. كما تشاهدون العلاقات هنا أكثر من علاقات زمالة، لأن الإطفائي يقضي في الثكنة أكثر من نصف حياته. أكل مشترك، جلسات شاي واحدة، ولعب بالورق لسرقة ولو قسط بسيط من الراحة، طبعا عندما لا تكون هناك مكالمات الإغاثة. حسن طالب يشغل منصب القائد الجهوي للوقاية المدنية بفاس بولمان منذ سنوات.
حريص على ضمان تواصل جيد مع باقي أفراد الثكنة. أيام فقط من عيد الأضحى المبارك يقوم بزيارة تفقدية لكل الموظفين. الدنيا دخلت البارح. ايوا مالك انت مالك معبس هذا الصباح؟ ها؟ نمشي نعيدها من كومون. ان شاء الله. ان شاء الله بحول. كاين شي حولي بعدا مزيان؟ لا مزيانه من كومون. شحال شريتي؟ شي 2000 درهم. قاصحة 2000 درهم راه شريتي حولي مزيانة. لا مزيانه من كومون. مزيان. على ضحك مع راسك ياك. من الملاحظات المسجلة في هذه المهنة أن معظم المشتغلين فيها أحد أفراد أسرتهم كان عنصرا بالوقاية المدنية، وثلث المتواجدين بمدينة فاس الأب كان أو لا يزال إطفائيا. نفس الخاصية تنسحب على إلهام بصار البنت الصغرى لإطفائي متقاعد. اهلا وسهلا. السلامة بنتي. الله يسلمك. خليتك كتعاين هذا النهار. ايوا صاحبي. معايا الله عاد لا ما. يا بابا عرفتي راني محلي غنديرها مع صحاباتي اليوم. خذي راحتك. ايوا شويه باش نحيد شويه هذا الستريس ديال الخدمه. دوز النهار مزيان. مزيان الحمد لله. دابا ملي دخلت كتكمل المشوار ديالي ديال الصغر ديالي. كنشوف راسي ملي كنت صغير كي كانت المعامله ديالي مع رجال المطافي، حتى هي كنشوف دابا البنت ديالي غادا في الاتجاه اللي كنت انا فيه. بعد البكالوريا درست إلهام الاقتصاد. حاولت اجتياز امتحان الوقاية المدنية مرتين دون أن تفلح في ذلك، وفي السنة المنصرمة كانت الثالثة ثابتة، وفلح إصرارها في تحقيق حلمها رغم معارضة الأسرة. وعطيني ديك الطاسه فين نقطعها. كتجي تعبانه كتجي وكتحيد حويجاتها وكترتاح شويه دير الكوتي ديالها وكتدخل معايا للكوزينه. ما عندي ما نقول زعما كافا ما زعما ما تيقول دي غتقاده بالعمل ديالها وبالعمل د الدار. للشابة ذكريات مع هذه المهنة منذ طفولتها. هي الآن رقيبة بمرتب 2800 درهم في الشهر. مدينة فاس هي ثالث أكبر مدينة بالمغرب بعد البيضاء والرباط من حيث عدد السكان، وقد ارتفعت نسبة تدخل الوقاية المدنية فيها بحوالي 20% بالمقارنة مع سنة 2006. أبرز التدخلات لها علاقة بحوادث السير أو الحرائق. حريق عصر اليوم بقرية بضواحي فاس، الوصول إلى المكان استغرق نصف ساعة عبر مسالك صعبة. طبيعة الحريق من النوعية التي تتكرر بحلول فصل الصيف. ظاهريا الحريق يبدو بسيطا، ولكن خطورته تكمن في سهولة انتشاره. فاش كتنوض العافيه راه ما يمكنش الواحد يعيط فيها بلا الوقايه المدنيه. لان هنا حنا نطاكيو بحال كنطاكيو على النادر اللي بقى لنا والزريبه عندنا فيها الغلم، وهادشي اللي كاين. داكشي علاش عيطنا للوقايه المدنيه تساعدنا لان حاله العافيه هي هذه واخا حالها سهل لانك تشد في الارض. الصعوبات اللي عندنا هو السخونيه، الصهد ديال الحراره ديال العافيه ومع الدخان اللي كيواجهنا. هذه الصعوبات اللي كتواجهنا في هذه الحرائق من هذا النوع هذا. إخماد الحريق لم يستغرق وقتا طويلا، لكن نار الفراق بدأت تتقد عند محمد العلوي الإسماعيلي في سن 60، وبعد 34 سنة من العمل في ثكنة الوقاية المدنية بفاس يستعد للرحيل، يستعد للتقاعد بعد أيام قليلة. ايوا واش ديال هاد البياسات ديال لومبيلونس ايوا كي دارت هرسات السوكوس هرسات صوفوا ما عندنا ما اخر صوفوا 34 عام وانا خدام في البومبيه وخارج دابا بسلام
الناس معايا مزيانين.